تعالوا كده نشوف مع بعض البنك المركزي الصيني اشترى قد ايه ذهب في اخر 7 شهور. زي ما انتم شايفين كده في شهر 12 2024 قبل تنصيب ترامب رئيسا رسميا لامريكا في يناير اشتروا 10 طن ذهب، كانهم كانوا عارفين ان المصايب هتبتدي تحصل. وطبعا في شهر 12 كنا اقل من 3000 دولار للأونصة، فاشتروا 10 طن في شهر 12 2024. في شهر يناير وفي شهر فبراير 2025 اشتروا في كل شهر 5 طن. براجع معاك ان الطن 1000 كيلو، والكيلو 35 وربع أونصة. يعني لما اقول طن، الطن عبارة عن 35200 حاجة و70 تقريبا أونصة. وجم في شهر مارس نزلوا مشترياتهم الى 2.8 طن، وفي شهر ابريل الى 2.2 طن، وفي شهر مايو الى 1.9 طن. معنى كده ان مشتريات البنك المركزي الصيني في اخر 3 شهور اللي هم مارس وابريل ومايو في النازل، وده يفسر عدم تجاوز الذهب الى 3500 دولار للأونصة.